كلنا مداومين ومر علينا مادة العربي ومرات علينا قصايد الأدب اللي ما إلها داعي. اليوم راح نعرف ان هذين القصايد ايش قد ما إلهن داعي بالحياة. انت حاليا ما اجى سؤال على بالك وقلت شنو فائدة القصايد؟ ما اظن فكرت بيها. انا بس اريد اعرف انا شنو راح استفاد من احفظ القصيدة. شو انا اول تالة راح اذبها بالزبالة؟ هو انا ليش متعب نفسي واحفظها؟ واحد طقاله شعر تدني احفظ شعره عنترة بن شداد كان يحب بنت عمته ورفضته راح طقاله شعر. اي والله مع الاسف. تمشي لك ابن الجايف، الف طالب ينكتل من وراك، انت الفت لك قصيدة. احنا الطلاب شعرنا نبيك بنت عمتك. والله العظيم الخطأ مو من عندي، الخطأ من مدارسنا احنا. خلينا نحمد ربنا لان اكو كم قصيدة خلوها تدرس. هم الشعراء بذاك الوقت يا ريت اسمهم به خير. واحد اسمه الفرزدق، العفو هذا لقبه مو اسمه. يعني احنا بدل ما نحفظ قصايدهم لازم نعرف شنو معناته، على شنو يحكي، ولازم نتعلم من عنده. ويجيك المدرس ما يصير لازم تحفظوها. زين استاذ اذا انا اول تالة راح انساها بعد شو استفاد؟ قلت بين واحفظها حيوان ماني شغل انا. والله هالمدارس احنا كطلاب دخلتنا بجد اخو ام الحيرة. هسه على الاقل يقولوا شنو فوائدها، بس راح يقولوا لك تفيدك من تصير شاعر بالمستقبل. شنو؟ شارك تضحكون علي؟ ليش منو قال لكم راح اصير شاعر بالمستقبل؟ انا طالب علمي اقدر اصير طبيب، اقدر اصير مهندس، تدني اصير شاعر؟ يعني قصيدة من عصر الجاهلية ل 2024 ويردون نحفظها. يابا كافي كافي، مو والله لعبة نفسنا، الى متى راح نظل هيجي؟ بس يا ريت يخلونا نقراها بالكتاب، هم ما يخالف. بس يقولوا لك لا شلون هذا شاعر لازم تحفظ قصيدته. يابا على ابو كام، لا ابو عمر القيس، لا ابو احمد شوقي، لا ابو عنترة بن شداد، وين على ابو منهجكم الخايس. تجيك قصيدة طولها 8 ابيات ومكتوب للحفظ القصيدة 6 ابيات. احنا هنا راح نطش شكليات ونفرح وشوية وتجيكم المعلمة وتقول لكم حفظوا القصيدة كلها وهنا تزربوا بابو الفرحة. احنا المفروض نفسر قصيدته ونعرف شنو رسالته لنا حتى نتعلم منه ومن قصته، مو تجي لك المدرس وجهك ما مغسله وتقولي تعال احفظها. يا ادري انا ايش راح اسخن منها من احفظها. وانت يا عزيزي المباوع اذا عليهم فكرت ان انت ما لك داعي تذكر قصايد العربي، واذا اجى يوم وانا تخرجت اخر شيء افكر بيه اصير شاعر، خباني ايش جاي احكي. وهاي اللي يقدر يصير شاعر بالعراق، وحتى لو صرت شاعر راح يجون جماعة العشاير ويطقون شعر احسن منك. يابا والله هذا العالم فلش نفسيتي، وبالنسبة لي اللي هنا انا ما اظن بعد عندي حكي. يلا مثل المقطع السابق خل ختمه بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. واللي يريد يسأل ليش ما جاي تنزل بشكل مستمر؟ يا حبيبي شلون انشر بشكل مستمر والمدرسة موجودة؟ بشرفك صدق تحكيه وانا بس انتظر يوم الخميس حتى اشتغل لي على مقطع. فرجاء بعد لا حد يسألني ليش تتأخر بتنزيل مقاطع، ومع السلامة.